في بلد لسه الجرح فيه مفتوح. في تصرفات بتأكد لك إنه في محاولة لطمس أي شيء له علاقة بالانتصار أو بالشهادة. طلعت علينا الحكومة بقانون جديد يلي هو إلغاء عيد الشهداء. عيد الشهداء يلي انعمل تكريما لمجموعة من الشهداء السوريين يلي قاوموا الاحتلال التركي ويلي أعدمهم جمال باشا السفاح بساحة المرجع. هدول الأشخاص يلي كانوا رمز للوطن، رمز للشهادة، اليوم تم إلغاء عيدهم. كمان تم إلغاء ذكرى حرب تشرين. حرب تشرين اللي انتصرت فيها سوريا مو النظام السابق، يلي بتمثل هي الحرب كانت سوريا ووجود سوريا وتاريخ سوريا وعراقة سوريا، مو النظام السابق. النظام السابق ما له علاقة، بس على ما يبدو في بعض التفاهمات والمعاهدات والاتفاقيات فرضت على الحكومة الجديدة انه تلغي هي الذكرى يلي بتذكر الدولة المجاورة بانه خسرت هي الحرب. هالشكل اللي عم تصير بتكرس مفهوم واضح وحقيقي بأنه الثورة السورية هي مشروع خارجي، عم تمحي أعيادنا وأيامنا الخالدة وعم تستبدلها بأحداث فارغة ما إلها معنى بأشياء جديدة. نحن ما شفنا حتى عيد جديد، ما شفنا شيء بيعبر عنا نحن كسوريين. للعموم التاريخ ما بيلغي مرسوم، والذاكرة السورية ما بتنحذف بقرار. وملاحظة صغيرة، يلي بجرب يقتل الذاكرة بيكون خايف من الحقيقة. ودمتم بخير.